يسرها أن تقدم لكم هذا الإصدار. إن هذا العلم، علم البول والشخاخ، كلما توسعنا فيه وجدنا الكثير من الفوائد والمعجزات. سبحان الله سبحان الله. يعني هقول لكم على حاجه، احنا شغالين والله في مركز الابحاث ده بقالنا فتره، وبعدين ابتدينا نفكر في شويه حاجات كده. احنا قلنا نعرف انه عندنا يعني في تراثنا مرجعنا الصالحين والشهداء لا يغسلون حينما يعني يتوفاهم الله. وذلك ابتدينا نفكر في حاجه تانية، انه تسالنا هل يكون الابل تمام هي خير ام الانسان؟ بالتاكيد الانسان. طب هل لو حطينا الابل وجنبيها حد شخص صالح، الشيخ عالم من شيوخنا الافاضل، اكيد الشيخ طبعا انفع من الابل. الاول طبعا لازم نحدد من هو الشخص الصالح، يعني ما ينفعش اي حد كده شخص صالح، تمام؟ ما لازم يبقى حد مثلا عضو هيئه كبار علماء الازهر، في الهيئه العليا لحزب النور، عضو الجبهه السلفيه، عضو الدعوه السلفيه. يعني مثلا لو واحد بينطبق عليه هذه الشروط ويعرف بالذكاء والمعرفه، فاكيد بوله تمام، لان الراجل ده راجل صالح وطيب وقريب من الله، فاكيد ربنا حط البركه في بوله، فاكيد بوله وشخاخه هيبقى فيه منافع وشفاء لغيره من الناس. لانه اذا كان بس كلام الناس ده ينفع الكثير من الامم. يعني لما الواحد يبص لحضراتكم مثلا لواحد زي فضيله الشيخ ياسر برهامي، تمام؟ شوفوا كام قد ايه ناس هدت بكلام الشيخ ياسر برهامي ودخلت في هذا الاسلام ونصرت دينه. فوجدنا انه لو كلام الشيخ ياسر برهامي بس كده مفيد، فما بالك بقى لو جبنا شخة الشيخ ياسر برهامي او بول الشيخ ياسر برهامي. والله يا اخواتي، جبنا هذه العينات واجرينا بها المقارنات بينها وبين بول الابل. بعد اذنكم، قارنا بينها وبين بول الابل، وسبحان الله وجدنا تطابق رهيب في التكوين الجينية وفي الخصائص الفسيولوجية وحتى في السلالة الأركيولوجية. وجدنا أن بعضهم يعني شخاخه فيه الكثير من المنافع والكثير من الخيرات. يعني مثلا كان عندنا أخ مريض لا مؤاخذة أعافاكم الله بالناصور، تمام؟ والناصور ده لا مؤاخذه يعني في الكلام، يعني هو زي البواسير كده، يعني بيحصل مشاكل في البواسير، عافاكم الله وشفاكم، تمام؟ وبيضرب ناصور الحاجات بتنفت على بعضها جوه، تمام؟ وده امر خطير جدا. فوجدنا انه عملنا تجربه كده، قررنا نعمل تجربه. المشكله في علاج الناصور ده انه ما ينفعش بعلاج البول الابل او بالشخاخ البهائم. ليه؟ لانه لما الناسور ده بيخلي الجلد متآكل كده، تمام؟ وخد لي بالك انت، فلما بتستخدم بقى بول الابل، في اليوريا اللي احنا قلنا عليها اللي هي بتمسك المكونات دي، فهي لما بتمسك المكونات في الجلد فالجلد بيحترق. فوجدنا ان ما ينفعش موضوع الابل ده. قعدنا نبحث في هذا الامر، كيف نعالج حاله شقيقان الذي اصابه الناسور والفتاء في مؤخرته. فلقينا ان احنا سبحان الله لو جبت تمام لعاب شيخ من مثلا الدعوه السلفيه، تمام؟ يعني لعاب بقه من واحد من الدعوه السلفيه، تمام؟ مع شخاخ واحد تاني، خد بالك انت، من مثلا قناه الحافظ زملائنا الاحباء، تمام؟ وخلطتهم ببعض، خد بالك، فيعمل معاك عجينه كده يعني بنيه اللون وكثيفه المذاق، تمام؟ تاخد بحمد الله، تاخد العجينه دي كده، تاخدها وتلحوس بيها على مكان الناسور في البواسير. سبحان الله يا اخواتي، شوف يا باذن الله، شوف انت بقى بتروح تعمل عمليات البواسير، وهذا الامر مقلق جدا يعني تخيل لو انت واحد تروح راجل محترم تروح عند دكتور بواسير وتوطي وتفلس وتفتح طيسك وتعمل، لكن سبحان الله. وخصوصا كمان لو ممكن دايما هتلاحظوا كمان يا اخواتي ان دكاتره البواسير مسيحيين. طب ما بالك بقى لو هي ست اعاذنا الله، هل تروح وتكشف نفسها للراجل؟ ما يصحش. لكن وجدنا هذا العلاج جعل الله فيه شفاء للاسلام والمسلمين. تاخد لعابه من الدعوه السلفيه وتجيب واحد تاني من القناه الخرا وتعملهم وتدعك تملس كده 3 ايام يا اخواتي، والله بواسير، ناسور، فتاء، في اي مرض في فتحه الشرج يشفى باذن الله. الواحد ممكن يلحوس لنفسه، يعني برضه لو ما فيهاش شيء، برضه الواحد برضه ما يكشفش الحاجات ديت على حد غريب. انت ممكن تقف قدام المرايه وتفقلس وتلحوس لنفسك، تمام؟ وباذن الله يجعل فيه شفاء للناس.